بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الجزء الثالث من سلسلة الفيديوهات بتاعة البطانية اللي شغالين فيها دي إن شاء الله. احنا كده خلصنا السطر ال14. هنبدأ بقى السطر ال15. ازاي؟ أنا جيت هنا خلاص في الآخر قفلت بمنزلقة قبل الزاوية. خلصت السطر كده، عملت غرزة حشو، وبعد كده قفلت بمنزلقة وخفيت الخيط ده هنقصه ان شاء الله. نيجي بقى نبدأ السطر ال15. احنا كده كنا مخلصين السطر ال14. هنبدأ بقى الجزء الثالث. هنبدأ ازاي او منين؟ انا هنا في الزاوية اهي، كل زاوية انا بعمل فيها غرزة حشو اهو، حشو سلسلتين حشو، وبعد كده بقفل بمنزلقة في السطر بداية السطر. فأنا هاجي هنا هبدأ من بداية السطر، هدخل كده من ورا تمام، وهروح جاية كده اهو، هعمل غرزة حشوة خلفية اهو كده اهو، وهروح هدخل بعدها ادي 1 كده 2. انا كده بعمل غرزة حشوة خلفية، هدخل كده هطلع 3 كده 4 كده 5 اهو. شايفين انا بعمل كده غرزة حشو خلفية، بدخل كده واطلع من الناحية التانية كده 6 7 كده 7 8 9 كده 10. انا السطر اللي قبله كنت عاملة 12 غرزة حشو، انا المرة دي عاملة 10 غرزة حشو من الخلف، وهاجي هتجاهل 1 2 تمام، هاخد لفة والتانية، وهاجي المجموعة دي او العمودين دول اللي فوق بعض اهم، في اللي جنب منه هاجي هطلع كده على طول غرزة الحشو اللي فوق منها على طول، وبدخل فيها وبسحب الخيط بتاعي تمام، وهعمل عمود بلفتين امامي تمام كده. هاجي اعمل ايه تاني؟ انا عندي مجموعة اهي، المجموعة دي انا هتجاهل بقى الغرزتين الحشو دول، وهتجاهل المجموعة دي كمان، وهروح جاية هنا شغالة في الفراغ ده اللي قبل الزاوية على طول. هعمل ايه؟ هاخد لفة وهدخل هنا فيها وهعمل عمود بلفة، لفة تانية، وهاجي هنزل السطر اللي قبله وهدخل في العمود الأمامي وهعمل عمود أمامي بلفتين، وهكمل المجموعة بتاعتي وهدخل في فراغ السلسلتين واعمل عمود بلفة تمام كده. انا كده عملت الشكل ده. هاجي بعد كده
هعمل في الزاوية بقى هنا هشتغل مجموعتين. ادي عمود بلفة، وباخد لفة والتانية، وباجي بوسع كده وبدخل تحت السلسلتين دول اهو السلاسل، وبسحب وبطلع بعمل عمود بلفتين. دي المجموعة اللي انا شغالة بيها، واخد لفة على الابرة وادخل في فراغ السلسلتين، وهكمل المجموعة بتاعتي. ارتفع ب2 سلسلة، لفة على الابرة، وهدخل في نفس المكان وهعمل عمود بلف، لفة والتانية اوسع بقى كده، وهدخل كده اهو وهعمل عمود بلفتين عشان اكمل الزاوية بتاعتي. اخد لفة وفي نفس الفراغ هعمل عمود بلفة. انا كده خلصت شغل الشكل ده اهو. بعد كده هتجاهل مجموعة وهاخد اجي بقى في الفراغ هعمل مجموعة هنا مقابلة للمجموعة دي كده. ما انا بشتغل بقى من الناحيتين، اللي عملته في اليمين هعمله في الشمال، واجي انزل بقى هنا بعد العمود بلفة هعمل عمود بلفتين، لفة وبطلع ب2، لفة وبطلع ب2، لفة وبطلع ب2، واجي في نفس الفراغ اهو وهعمل عمود بلفة. انا كده اهو ده الشكل بتاعي. هاجي هاخد لفة والتانية زي ما عملت العمود ده بلفتين، انا هعمله هنا في الناحية المقابلة. يبقى هبص على العمود ده، اول سلسلة بعد منه على فوق منه اهي، هي دي هدخل فيها اول غرزة حشو اقصد، هدخل فيها وهعمل عمود بلفتين، وهاجي هنا هتجاهل بقى غرزتين، هتجاهل المجموعة دي اهي، المجموعة دي، وهتجاهل 1 2 وهشتغل من اول هنا. تمام. هعمل ايه؟ هروح جاية هتجاهل دي ودي، وهشتغل من اول هنا وادخل كده تحتها اهو، هتجاهل الغرزة دي ودي، وهدخل من تحت دي كده واطلع من الناحية التانية واسحب الخيط وهعمل غرزة حشو خلفية. ادي 1 كده، 2 كده، 3 كده، 4 كده، 5 6 كده، 7 كده، 8 9 انا عملت كده 9 اهو، الشكل بتاعي اهو. ادي كده 10. كده انا عملت غرز حشو 10 غرز حشو خلفية وعددها 10. كده 10 غرز حشو خلفية. بعد ما وصلت وخلصت عدد 10 هاجي هتجاهل الزاوية دي
اللي هي عبارة عن غرزة حشو، 2 سلسلة غرزة حشو، وهرتفع كده 1 2 عفوا، هرتفع كده 3، وهاجي هتجاهل بقى الزاوية دي، الزاوية بتاعتي دي، وهاجي هدخل بعد الزاوية كده على طول في أول غرزة حشو، وهطلع من ورا كده وهعمل غرزة حشو خلفية اهو. انا كده يبقى عندي الشكل ده كده. هاجي اعمل بقى نفس اللي عملته هنا هعمله في الضلع ده. هدخل كده انا اول غرزة خلاص اهي، ادخل واطلع من اللي جنبها واعمل غرزة حشو خلفية 2 كده كده 3 4 كده 5 6 كده 7 8 9 كده عدد 9 كده 10. ادي 2 اهم هتجاهلهم وهعمل اللي عملته هنا بالنسبة للعمودين دول اهو، باخد لفة والتانية وباجي هنا عند العمود ده كده اللي بجانب دول على طول، وباجي الغرزة اللي فوق على طول ادي الغرزة دي اهي كده، فين اول غرزة اهي اهي، هي دي فوق العمود على طول اهي، وهاجي اطلع بعمود ايه بلفتين 1 2 3 3 لفات كده وطلعت بالعمود. هتجاهل المجموعة دي تمام، هاخد لفة وهاجي هنا هشتغل في الفراغين دول كده ادي كده عمود بلفة لفة والتانية، وهطلع هنا اخد عمود بلفتين امامي 1 كده 2 3 واكمل العمود بتاعي المجموعة بتاعتي اهي ادي الشكل ده. هاجي في الزاوية بقى هنا فراغ السلسلتين هعمل المجموعتين بتوعي او تقدري تقولي عليهم زاوية، بعمل مكونة من مجموعتين، بعمل عمود بلفة، جيب بس ايه الخيط شوية اسحبه
عمود بلفة، لفة والتانية، وبوسع كده اهو، وباجي بدخل كده تحته منه، تحته على طول، وبعمل عمود بلفتين. مش عارفة التصوير واضح ولا مش واضح، لان انا بصور بالليل الحقيقة، يعني اتمنى انه يكون ايه واضح. بعد كده بعمل عمود بلفة، هرتفع 1 2 وارجع تاني اخد لفة واعمل عمود في نفس الفراغ، 1 2 واخد لفتين واعمل المجموعة التانية اهي. ممكن بتدخلي من هنا كده، وممكن يعني انت خدتي لفتين وممكن تدخلي كده، الاسهل لك بتعملي ادي كده لفة بطلع باتنين، لفة بطلع باتنين، لفة وبطلع باتنين. انا كده عملت العمود بلفتين. هرجع اكمل بقى بقية المجموعة بتاعتي واعمل عمود بلفة. هتجاهل المجموعة دي وهعمل هنا في الفراغ ده كده اهو، اهو مقابل لده كده، يعني دي مجموعة اهي فيقابلها مجموعة هنا اهي. هدخل في الفراغ وهعمل عمود بلفة، لفة والتانية، العمود ده هو ده اللي انا هشتغل فيه اهو. بعمل فوق على طول عمود امامي بلفتين، واكمل المجموعة في نفس الفراغ، اروح عاملة عمود بلفة. تمام كده اهو، ادي. ارجو ان يكون الشغل ايه واضح ومفهوم. هاخد لفة والتانية، وهاجي هنا بقى العمود ده، غرزة الحشو اللي فوقه على طول اهي، اهي فوق منه اهي على طول، بروح عاملة فيها عمود بلفتين. هاجي وهتجاهل الغرزتين الحشو اللي ورا، وهعمل 10 غرز حشو خلفية زي ما عملت هنا وفي الناحية دي، وأبدأ بقى أكرر تاني اللي عملته أعمله هنا اهو في الأربع أضلاع. نكملهم إن شاء الله خلف الكاميرا وأرجع لكم تاني بإذن الله. ورجعنا مع بعض. أنا كده خلصت آخر السطر اهو، وجيت هنا قفلت بمنزلقة في أول غرزة بدأنا بيها، وبعد ما قفلت هروح قطع الخيط لأني هحتاج أبدأ من مكان تاني. تمام، بس هبدأ بنفس الخيط، هشد كده الفتلة ودي هخفيها معايا في الشغل. هاجي هنا هعمل عقدة البداية كده اهو. الخيط على فكرة بالشغل ده الشغل بالخيط ده متعب شوية عشان كذا فتلة، بس انا الحقيقة يعني ايه عشان هو موجود عندي فقلت ايه استغله. الفتلة لما بتبقى على 4 فتلات كده او 3 ميبقاش مريح في الشغل. فهاجي انا خلاص كده هبدأ ببداية من مكان تاني. هاجي هبدأ من هنا اي زاوية من الزوايا دول هبدأ فيها، هدخل كده في الفراغ وهعمل ارتفع 1 2 3. تمام، وهاجي اخد لفة والتانية، التلاتة دول بمثابة عمود. هاجي هنا هدخل هعمل الغرزة الجراني بتاعتي المعتادة
او الكلاستر المعتاد، عمود بلفتين، وارجع تاني اعمل عمود بلفة، هبدأ كده معايا عشان اخفيه، ارجع اعمل عمود بلفة، وانا كده خلصت اول مجموعة. هرتفع غرزتين، 2، وهاجي هعمل عمود بلفة تاني، واخد لفة والتانية، وهدخل اوسع كده وادخل في الفراغ واسحب الخيط بتاعي واعمل عمود امامي بلفتين، واخد لفة وادخل في نفس المكان في الفراغ واعمل عمود بلفة. كده انا عملت مجموعة بتاعتي اهو بالشكل ده. هاجي هتجاهل المجموعة دي وهشتغل في الفراغ ده، هعمل مجموعة جيراني تاني او كلاستر تاني، عمود بلفة، عمودين لفتين، وهدخل في العمود البلفة اللي من السطر السابق ده، وهعمل عمود امامي بلفتين، وارجع ادخل في نفس الفراغ واعمل عمود بلفة، وادي مجموعة جيراني تانية او كلاستر تاني. تمام اهي. هاجي برضو هتجاهل المجموعة دي وهدخل في الفراغ ده كده اهو، او هتجاهل التلات غرز دول وهدخل في الفراغ وهعمل ادي عمود بلفة، لفة والتانية، وادخل هنا في المجموعة اللي تحت في العمود اللي تحت من السطر السابق واعمل فيها عمود بلفتين، وارجع تاني عمود بلفة في نفس الفراغ. هعمل ايه بعد كده؟ انا كده ممكن ايه، معلش نطلع الخيط ده نخفيه من ورا احسن، لان هو باين كده فشكله مش هيبقى شكله ظريف يعني، احنا نطلعوه كده افضل اهو. خلينا كده ايه نخفيه ممكن جوه الغرز. بعد كده هاجي هتجاهل العمود ده وهاخد لفة وهاجي في الغرزة اللي بعديها على طول وهدخل اعمل عمود بلفة، اخد لفة الغرزة اللي وراها على طول هعمل نص عمود، اللي وراها على طول هعمل نص عمود. بقى عندي كام؟ بقى عندي 7، لان انا في الاصل شغالة 10 غرز هنا حشو خلفية. هروح جاية هنا عاملة ادي 1 2 3 4 5 كده 6 7 اهو، ادي 7. ده الوضع بتاع الشغل اهو. هاجي هدخل هنا في الفراغ وهعمل غرزة حشو. انا هنا في الامام عندي الزاوية غرزة حشو سلسلتين، غرزة حشو، هدخل في فراغ الزاوية في فراغ السلسلتين وهاخد معايا التلاتة اللي ورا
وهطلع بغرزة حشو. تمام كده اهو. هاجي في الناحية التانية في نفس الفراغ هعمل غرزة حشو، هيبقى الشغل الوضع بالشكل ده. هاجي هبدأ هنا هعمل 7 غرز حشو، 1 كده، 2 كده، 3 4 5 6 7 2 نص عمود، دي 1 2 يبقى كده 9. 10 هعملها عمود بلفة وارجع هتجاهل دي وادخل اعمل عمود بلفة، لفتين وادخل هنا واعمل عمود بلفتين امامي وارجع في نفس الفراغ هعمل عمود بلفة. يبقى انا هنا ايه اللي حصل؟ ماشية بالشكل ده كده ارتفاع تدريجي، واطلع كده وارجع انزل تاني بالظبط. يبقى الشغل اهو بتاعي كده اهو اهو بالطريقة دي. هرجع هنا هعمل ايه؟ هفوت او اتجاهل مجموعة الجراني دي وهدخل في الفراغ هنا وهعمل مجموعة تانية اهو كده، عمود بلفة، بعد كده عمود بلفتين في السطر السابق، في العمود من السطر السابق، وارجع في نفس الفراغ تاني اهو هدخل واعمل عمود بلفة. هاجي في فراغ السلسلتين هنا وهعمل زاوية جديدة مكونة من مجموعتين جراني او مجموعتين كلاستر اهي. بدخل كده تحت الفراغ اهو وبعمل عمود امامي بلفتين، 1 2 3 وارجع تاني في نفس الفراغ اهو بدخل وبعمل عمود بلفة. هرتفع 2 سلسلة، 1 2 اخد لفة وادخل في نفس الفراغ هعمل عمود بلفة، لفة والتانية اجي بقى اوسع شوية كده اهو. انا بوسع بالطريقة دي كده ها، وبدخل بالابرة من تحت كده واسحب الخيط واطلع واعمل عمود الخيط بس هنا هعمل ايه شوية كعبلة عمود بلفتين. تمام كده اهو، وارجع تاني واخد من نفس الفراغ ادخل واعمل عمود بلفة اهو. هاجي هفوت المجموعة دي وهدخل هنا واعمل عمود بلفة، لفتين وبدخل في العمود السابق وبعمل عمود بلفتين وارجع اخلص واعمل عمود بلفة. هفوت المجموعة دي وارجع ادخل هنا ونفس المجموعة هعملها اهو تمام، وارجع ادخل واعمل عمود بلفة.
شغلنا كله معتمد على عمود بلفة وعمود بلفتين. ها، والشغل بتاعي اهو بالطريقة دي كده. هاجي هنلاقي في الشغل اللي جاي بقى هياخد شكل تاني خالص. هاجي هاخد لفة وهفوت العمود ده وهدخل في اول واحدة واعمل بقى التدريجات بتاعتي. ادي كده عمود بلفة، واحد، نص عمود، اتنين، نص عمود، تلاتة، غرزة حشو، أربعة، كده خمسة، كده ستة، كده سبعة، تمانية، كده تسعة، عشرة. يبقى العشر غرز حشوة، 7 غرز حشوة، 2 نص عمود، واحدة عمود بلفة. نيجي بقى الزاوية اللي هنا في الفراغ ال3 سلاسل اللي ورا ده، بدخل وبعمل غرزة حشو. باجي عند الزاوية في فراغ السلسلتين بدخل وبجيب ال3 سلاسل من ورا برضو معايا وبطلع وبعمل غرزة حشو. باجي في الناحية التانية في فراغ ال3 سلاسل بعمل غرزة حشو، وهرجع أكرر تاني 7 حشوة، 2 نص عمود، واحدة عمود، وأرجع وأعمل مجموعات الجراني بتاعتي أو الكلاسترز بتاعتي، أكررها تاني زي ما عملت أهو، زي ما عملت هنا وهنا. هنا كده النص هيجي يكمل هنا. هعمل مجموعة هنا وأرجع أعمل زاوية ومجموعة هنا وأكمل لغاية لما أوصل هنا. أنا كده وصلت للنهاية بتاعة السطر. هاجي هدخل في أول غرزة اهي، أول 3 سلاسل اهو اللي أنا ارتفعتهم اهو، وهاجي هعد 1 2 3 وادخل وأعمل منزلقة وهقفل كده السطر. هنا بقى المفروض في الفيديو الأجنبي المصممة غيرت اللون، فصلت هنا وقطعت وغيرت اللون وبدأت من هنا. أنا هكمل السطر الثالث بنفس اللون. فأنا عشان أوصل للزاوية هنا بعمل إيه؟ هاجي هدخل بمنزلقة كده، وهنا برضو بمنزلقة، وهنا هدخل في الفراغ ده بمنزلقة، وهاجي هرتفع 1 2 3، وهاجي بعد كده هبدأ السطر رقم 16. هاجي أنا كده ال3 سلاسل الارتفاع دول بمثابة عمود بلفة، هاخد لفة والتانية وهاجي هنا هوسع تحت وهدخل وأعمل عمود بلفتين. ادي 1 2 وبقفل العمود وارجع ادخل في الفراغ تاني واعمل عمود بلفة. انا كده عملت مجموعة جراني. هرتفع 2 سلسلة وهرجع تاني في نفس المكان، هدخل وهعمل عمود بلفة 1 2 وهوسع كده وهدخل في نفس المكان واطلع اعمل عمود بلفتين. تمام كده، وهرجع من ورا وهدخل واعمل عمود بلفة. انا كده خلصت الزاوية بتاعتي بالشكل ده. هاجي هفوت المجموعة دي وهدخل هنا وهشتغل في الفراغ ده اهو، وهعمل عمود بلفة وارجع هنزل بقى هنا في العمود السابق
تمام كده، واعمل عمود بلفتين، وارجع هنا هدخل في نفس الفراغ اهو، وهدخل واعمل عمود بلفة اهو. هاجي الفراغ اللي ورا التاني ده اهو، هدخل وهعمل عمود بلفة، عمود بلفتين، وهدخل هنا وهاجي ادخل في الفراغ في نفس الفراغ وهعمل عمود بلفة. هاجي هشتغل بقى في الفراغ ده، هعمل ادخل وهعمل عمود بلفة، واخد لفة والتانية، وهاجي بقى عند العمود ده اللي هو لوحده كده، هدخل واطلع منه بعمود امامي بلفتين، 1 2 3، وارجع تاني ادخل واعمل عمود بلفة. انا كده كونت عليه مجموعة جديدة، على العمود اللي هو لوحده ده كونت عليه مجموعة جديدة اهي. حاجة هعمل ايه بقى؟ انا هنا من السطر السابق في عمود بلفة ونص عمود، هفوت الاتنين دول، مش هدخل فيهم ده وده، هاجي هدخل في اللي وراه وهدخل وهعمل نص عمود، وهرجع تاني هكرر واخد 7 غرز حشو، 1 2 كده، 3 4 5 6 كده، 7. اتبقى عندي ايه بقى؟ اتبقى عندي غرزة الحشو اهي، اللي انا كنت عاملاها في ال3 سلاسل اللي ورا الزاوية، واتبقى غرزة الحشو اللي انا عملتها في المنتصف، وغرزة الحشو اللي في الناحية التانية. يعني انا ال3 سلاسل اللي ورا الزاوية في نصهم عملت غرزة حشو، وغرزة على اليمين وغرزة على الشمال. هفوت ال3 دول، 1 2 3. هاجي هعمل ايه؟ هعمل ادي 1 2 كده، 3، وانا هفوت ال3 وهاجي هدخل هنا في اول واحدة اهو، وهروح قافلة عليهم قافلة وعاملة غرزة حشو. دي رقم 1. نيجي اللي وراها كده رقم 2 كده، 3 4 5 6 7. رقم 8 هعمل غرزة نص عمود اهو، هفوت 9 10 خلاص اهي، وهاجي هنا هعمل انا كده عملت هنا فوت ال3 دول اهو، 1 2 3 4 5 6 7 اه، لسه في غرزة. ادي كده 7 حشو اهو، ونص عمود بعد كده، وهفوت النص عمود التانية والعمود بلفة، وهاجي هاخد لفة على الإبرة وهدخل وهعمل مجموعة جديدة. لسه بأسس لمجموعة جديدة اللي هو بدايتها أو أساسها ده العمود أبو لفتين اللي لوحده ده، بدخل فيه وبطلع منه بعمود بلفتين، وأدخل تاني في نفس الفراغ وأعمل عمود بلفة.
يبقى انا كونت مجموعة جديدة اهو على العمود اللي ايه منفرد ده. هاجي هفوت المجموعة دي وهدخل هنا في الفراغ ده، وهدخل هعمل فيه مجموعة جراني تاني. ادي عمود بلفة، باخد لفتين وبدخل في العمود اللي من السطر السابق وبعمل فيه عمود امامي بلفتين. تمام. وهاخد لفة وارجع في الفراغ نفسه وهدخل واعمل عمود بلفة. هفوت المجموعة دي وهاخد لفة وادخل في الفراغ واعمل عمود بلفة. اسحب بس الخيط شوية. لفة والتانية وبدخل هنا وبعمل عمود بلفتين. 1 2 3 لفة وبدخل في الفراغ من ورا وبعمل عمود بلفة. ادي الشغل بتاعي اهو، هيبقى الشكل ده. هاجي هنا في الفراغ ده في الزاوية بعمل الزاوية بتاعتي عمود بلفة. لفة تانية بوسع كده اهو وبدخل فيها كده اهو من تحت السلاسل وبسحب الخيط وبعمل عمود بلفتين واخد لفة وارجع تاني في نفس الفراغ اهو وبدخل وبعمل عمود بلفة. هرتفع 2 سلسلة في نفس المكان، برجع بعمل عمود بلفة. لفة والتانية واعمل بقى العمود اللي بلفتين التاني. احنا متفقين يا بندخل كده من القدام يا من ورا، واعمل عمود بلفتين. هرجع تاني في نفس الفراغ اهو وهدخل واعمل عمود بلفة. يبقى انا كده عملت الزاوية بتاعتي بالشكل ده. هفوت مجموعة الجراني دي كده اهو وهدخل في الفراغ اللي وراها ده هعمل عمود بلفة. لفة والتانية واجي اهو. هو انا شغالة فين؟ يبقى هنا واروح عاملة عمود بلفتين امامي واخد لفة واطلع بعمود بلفة. ده اسمه فرونت بوست دبل كروشيه. الغرزة الخلفية، غرزة الحشو الخلفية اسمها باك بوست سنجل كروشيه. هاجي بقى على مجموعة الجراني دي هفوتها، وده عندي الفراغ ده هروح داخلة فيه وهعمل مجموعة جراني جديدة او كلاستر جديد وادخل في العمود كده من السطر السابق وادي لفة. حقيقي شغلها ممتع، اما بتشتغلي فيها كده بمزاج لا تحسي شغلها ممتع حقيقي يعني. انا خلصتها. هفوت المجموعة التانية، هاجي في الفراغ ده هفوت بقى دي واجي في الفراغ هنا هعمل مجموعة جديدة خالص على العمود ده اهي. بدخل بعمل عمود بلفة واخد لفة والتانية وانزل عليه كده وارفعه على الابرة واعمل عمود امامي بلفتين وارجع تاني ادخل ورا في نفس الفراغ واعمل عمود بلفة. يبقى انا كده عملت مجموعة جديدة تماما اهي. ده الاساس بتاعها. يبقى انا كده اهو بدأ الشغل بتاعي يبان.
هاجي هفوت العمود ابو لفة ده او اول سلسلة التانية، وهاجي في التالتة هنا هدخل وهعمل نص عمود عشان يديني التدرج بتاع الصف ما يبقاش مشدود. هاجي هنا بقى 7 سنجل كروشيه او غرز حشوة، ادي 1 2 كده 3 4 كده 5 6 كده 7. انا هنا عندي لا، انا كده دخلت على الجديدة، انا كده عديت غلط. نفكها تاني، العد مهم جدا يا جماعة. اهي في العمود ده خدي بالك العمود ابو لفة ده مدفونة الغرزة بتاعته، فلازم تكوني واخدة بالك. هفوتها وافوت التانية وهدخل هنا اهو العمود في نص عمود التاني، بدخل فيه رقم 2 من السطر السابق. مش انا هنا عاملة عمود بلفة واتنين نص عمود و7 غرز حشو، انا فوتت العمود ابو لفة اهو الاول، غرزته اهي السلسلة بتاعته اهي مدفونة تحت العمود اهو اهي يا جماعة، عشان ما تغلطوش في العدد. هفوتها وافوت بتاعة النص عمود وادخل في النص عمود التاني، ادي عملت فوقيها نص عمود اهو، وهاجي بقى اعد 7 غرز حشو، 1 2 كده 3 4 5 6 7 كده تمام، عددنا مظبوط. ليه بقى؟ لان انا هنا باجي بفوت غرزة الحشو اللي انا عاملاها في الثلاث سلاسل اللي ورا، وبفوت غرزة الحشو اللي عملتها هنا في المنتصف اهو، في منتصف السلاسل بتاعة الزاوية، وبفوت الغرزة اللي عملتها في المنتصف التاني. ادي كده عندي 3 هم هفوتهم، هأتجاهلهم 1 2 اهو 3 تمام كده. هاجي هدخل هنا بعد ما خلصت بقى كده، هعمل 1 2 3 وهدخل هفوت كده 1 2 3 وهدخل هنا هعمل غرزة حشو، دي تعتبر رقم 1 في ال7 غرز، ادي رقم 2 رقم 3 4 كده 5 6 كده 7 اهو، وهاخد لفة واعمل نص عمود اهو، وهفوت انا عملت نص عمود اهو، هعدله بس عشان في فتلة فلتت لفة وبعمل فيها نص عمود اهو. انا هفوت بقى النص عمود التاني اهو والعمود ابو لفة، وهاجي هنا بقى في الفراغ بتاعي اهو، وهعمل المجموعة الجديدة اللي هي لسه بأسسها اهي. ادي بعمل عمود بلفة، لفة والتانية، وبدخل في العمود الجديد اللي تحت ده اهو، بعمل عليه عمود امامي بلفتين اهو، وبدخل في نفس المكان بعمل عمود بلفة. يبقى انا كده مجموعة جديدة اهي انا عملتها اهو، ادي المجموعة الجديدة اهي عملتها فوق
العمود ده. حاجة هتجاهل الثلاث سلاسل دول اهو، او المجموعة دي، وهشتغل بقى اكرر تاني في الفراغ اللي وراه عمود بلفة، لفتين، وبنزل على ده وبطلع بعمود بلفتين امامي، وباخد في نفس المكان عمود بلفة. كده عملت المجموعة بتاعتي. هاجي تاني على الفراغ ده هكون مجموعة اهو، وفي الزاوية هعمل الكلاستر بتاعتي مكونة من مجموعتين بينهم 2 سلسلة، وارجع اكرر على الناحية دي اللي انا عملته هنا. كده اهو انا اشتغلت بالطريقة دي. انا هنا حابة اوريلكم المفرش الجاهز اصلا، الجزئية اللي انا شغالة فيها ازاي اتنقلنا من المربع ادتني شكل تاني اهو. ده المربع اللي انا شغالة فيه، هنشوفه هنا اهو. اتمنى بس ايه الكاميرا تجيبه كله اهو. ده المربع اساسا اللي احنا بدأنا بيه. دي الجزئية اللي احنا بنشتغل فيها، وهتدينا الاربع اشكال بالشكل ده اهو، 4 زوايا تانيين، بحيث ان هيعملوا لي كده مربع جوه المربع ده، فوق المربع ده. انا هنا يعتبر شغالة هنا، ده العمود اللي هو انا عملته لوحده اهو، وهي دي المجموعة اللي انا شغالة فوقيها، اللي انا الجديدة اللي انا عملتها. فانا هنا يعتبر شغالة في السطر ده من الناحية دي، وهنا من الناحية دي اهي المجموعة دي اهي اهو السطر اهو، وده العمود ابو لفتين اهو، واهي المجموعة اللي انا شغالة فيها. يعني انا شغالة هنا لسه حاليا في السطر ده. ماشي، هنكمل بعد كده عشان يديني في النهاية الشكل ده من الاربع جهات اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو بالشكل ده. ده الجزء الثالث من الفيديو. ان شاء الله احنا هنتوقف عند الجزء ده، وبأمر الله نكمل مع بعض في فيديو تاني. بس هنكمل مع بعض، هنكمل بقى ورا الكاميرا الصف ده لغاية هنا، وارجع تاني وهقفل هنا بمنزلقة. تمام، في الغرزة دي كده اهو، تالت سلسلة، واقفل بمنزلقة. وهبدأ ان شاء الله بعد كده اغير اللون، لان كده انا يعتبر اشتغلت 3 اسطر باللون الابيض. هنشوف ان شاء الله في الفيديو القادم هنغير بلون ايه، ونكونوا كملنا السطر، ونشوف المرحلة اللي جاية. اعتقد ان يعني مش هتختلف كتير عن النظام اللي احنا ماشيين بيه في الجزئية دي. ألقاكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.